وبعد غياب طويل بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، فجايب لك يعتبر هديه ليك. ايه الهديه دي؟ عباره عن ان انت كل يوم تقدر تفتح الابلكيشن بتاع انا فودافون وتقدر تكسب منه نت مجانا. طبعا ده بيكون لفتره محدوده حسب العرض اللي موجود. فتعالى دلوقتي بسرعه اقول لك تقدر تعمل ده ازاي وبكل سهوله يا صاحبي. طبعا التطبيق كويس جدا، يعني انا واحد بستخدم التطبيق على طول، بعرف كل حاجه من خلاله. يعني اقدر اشوف الباقه بتاعتي بتخلص في قد ايه، اقدر اشوف ادير الباقه بتاعتي زي ما انا عاوزها. في حاجات كتيره قوي هتنفعك لو انت نزلت الابلكيشن بتاع انا فودافون. فبسرعه كده زي ما انت شايف في كلمه عروض اهي قدامك، تمام. وفي طبعا دلوقتي العرض اللي احنا جايين علشانه، العرض بتاع محمد صلاح. فهنشوف دلوقتي انا قدرت اكسب ده ازاي. فزي ما انت شايف ببدا اشوف العرض وابدا اضغط عليه. لازم اتاكد من العرض الاول، يعني اتاكد ان العرض موجود عندي زي كده بالظبط، وهبدا ان انا ادخل عليه وهشوف دلوقتي هعمل ايه. زي ما انت شايف هنا بيقول لك لف مصر مع محمد صلاح. الصراحه لعبه مسليه وفي نفس الوقت هتقدر ان انت تكسب منها نت مجانا زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. انا طبعا لعبتها امبارح وقدرت اكسب نت من خلالها، وهقدر ان انا اكسب برضو النهارده. زي ما انت شايف هيبدا يقول لك دلوقتي ابدا اللعب. موضوع بسيط جدا، كل اللي عليك ان انت تقدر تجري لابعد مسافه وتقدر تجمع 5G على قد ما تقدر، تمام. يعني كل ما هتجمع ال 5G دي فانت كده هتستفيد وهتقدر تكسب نت مجانا من خلاله. وطبعا زي ما انت شايف هتفضل تلعب كده لمده دقيقه تقريبا، فهنجري كده مع بعض. زي ما انت شايف هيجي في الاخر اهو يقول لك جمعت مثلا كذا، وهتلاقي الرقم فوق اهو، وبيدي لك عدد الثواني اللي انت لعبتها. وطبعا الموضوع ما خدش مني دقيقه تقريبا او دقيقه ونص، قدرت ان انا اكسب زي ما هتشوف دلوقتي. كسبت 300 ميجا من فودافون. زي ما انت شايف الموضوع بسيط جدا. يعني لو انت مثلا الباقه خلصت، مزنوق مثلا محتاج نت ضروري ومش عارف تعمل ايه، تقدر تدخل على الابلكيشن زي ما وريتك كده وتقدر تكسب نت بكل سهوله مجانا. وده طبعا لفتره محدوده، يعني بعد فتره ممكن العرض ده ما يبقاش موجود. فهي فرصه دلوقتي طالما في العرض ده لسه متوفر معاك داخل الابلكيشن، تقدر تدخل كل يوم وتكسب نت مجانا زي ما انت شفت كده. ده طبعا انا بتاسف ليكم لان انا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، وده طبعا لاسباب كتير منهم قله التفاعل. فالصراحه قله التفاعل بتخلي الواحد ما يتشجعش ينزل اي فيديوهات. خاصه الفتره الاخيره كنت بنزل افكار كويسه جدا بخصوص الاي اي وحاجات كتيره هتعجبكم. يعني الناس لو دخلت دلوقتي على القناه بتاعتي او على التيك توك او اي منصه ليا، هتلاقي في فيديوهات حرفيا كنت بنزلها هتفيدك جدا. بس للاسف ما كنتش بلاقي تفاعل، فده اللي بيخلي الواحد يتجاهل انه ينزل اي فيديوهات تانية. بس اتمنى الناس تتفاعل معايا علشان الواحد يبدا ينزل فيديوهات كتير. ولو انت جديد يا صاحبي اعمل فولو او اعمل اشتراك بالقناه علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.